لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ليصلكم كل جديد. صدمة في إسبانيا، لامين يامال يتجه لتغيير جنسيته الرياضية. أفادت صاحبة سبورت أن منير النصراوي والد النجم الشاب لامين يامال كشف عن توجه جديد يفكر فيه ابنه، يتمثل في تغيير جنسيته الرياضية واختيار اللاعب للمنتخب المغربي قبل بلوغ سن 21 عاما، مستفيدا من القوانين والمعمول بها داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويفق مصدر ذاته بأن هذا التحول في موقف اللاعب جاء نتيجة الضغوط والإهانات العنصرية التي تعرض لها خلال الأسابيع الماضية، سواء من بعض الجماهير الإسبانية أو من خلال إشارات غير مريحة على حد تعبيره تعبير والديه الصادرة عن مدرب المنتخب الإسباني. هذه الأجواء تركت أثرا نفسيا واضحا على لامين ودفعته إلى إعادة النظر في مستقبله الدولي. وأكد والد لامين يامال أن الارتباط العائلي والوجداني بالمغرب يجعل خيار تمثيل أسود الأطلس قائما بقوة، معتبرا أن اللاعب يبحث قبل كل شيء عن بيئة تمنحه الاحترام والدعم الذي يحتاجه لمواصلة التطور. وحدثت هذه التصريحات ضجة واسعة داخل الوسط الكروي الإسباني، خاصة أن يامال يشكل أحد أهم مراكز المنتخب الإسباني في المرحلة المقبلة، في حين تتصاعد آمال الجماهير المغربية بإمكانية رؤيته يدافع عن عنوان المنتخب الوطني. ويشار إلى أن يشار إلى أن يامال كان قد تعرض في الآونة الأخيرة لموجة من انتقادات داخل الإعلام الإسباني، وصلت إلى حد المطالبة باستبعاده من المنتخب، رغم أنه سبق أن عبر عن شعوره بالانتماء لإسبانيا خلال لقاء سابق جمعه بالمدرب المغربي وليد الركراكي.